مساء الخير. بالصدفة شفت على اليوتيوب انترفيو مقابلة ما بين المذيعة إنجي علي والممثل أحمد مجدي. من ضمن الأسئلة اللي هي سألتها له، تعتقد إن في فرصة جواز مرة تانية؟ أنت هيكون عندك رغبة في إن الزواج مرة تانية؟ أحمد مجدي قال كلام أكثر من رائع يا جماعة. كلام احمد مجدي يدرس. ده احسن انترفيو واحسن كلام انا شفته في 2024. ارفع لك القبعه يا احمد يا مجدي. هي بتقول له تفتكر، هي كانت بتساله هل ممكن تكرر تجربه الزواج مره تانية مره اخرى؟ راح رد عليها رد انا يعني بعتبره رد عبقري. قال لها كل واحد فينا بيدور على مخلص. فإنجي علي قالت له مخلص يعني ايه؟ قال لها حد ينقذه. إنجي علي قالت له من ايه؟ قال لها من اي حاجة. النموذج بتاع المخلص ده موجود في التاريخ والأدب وكل حتة. كلنا بندور على حد ينقذنا من اللي احنا فيه، حد نحبه ويحبنا، حد ياخد باله مننا. كلنا واقعين في الفخ ده بشكل ما ومش مدركين بشكل جوهري ان المخلص ده جوانا احنا. بيكمل بيقول لها ايه؟ مهما كان الواحد واعي وفاهم وبيشتغل على نفسه، برضو بيقع في فخ البحث عن المخلص والرومانسية المفرطة. في النهاية هو بيقول لها، احمد مجدي بيقول لإنجي علي، في النهاية انا مدرك المخلص جوايا انا. السعادة مش برايا، المخلص مش برايا، الحب مش برايا. احمد انت قلت كلام اللي انا بقوله لنهى بقالي 5 شهور بعد الطلاق، 7 و8 و9 و10 و11. 5 شهور انا بقول الكلام ده لنهى كل يوم، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. احمد انت حطيت ايدك على الجرح والتكات. انا كل يوم بيجيلي تعليقات وكومنتات وناس بتبعت لي على الماسنجر، ناس بتبعت لي على الواتساب، امتى هتتجوزي تاني؟ انا مش هتجوز تاني الا لما اوصل لمرحلة عدم احتياج. ما كنش محتاجة للحب، ما كنش محتاجة للمخلص، ما كنش محتاجة للسعادة، ما كنش محتاجة للونس، ما كنش محتاجة لأي حاجة. يا جماعة الحب والجواز والارتباط مفروض يكونوا للمشاركة مش للاحتياج. السعادة مفروض تنبع من جواك، الحب مفروض ينبع من جواك لنفسك. أنا كان عندي مشكلة طول عمري، وللأسف عرفت إن أنا عندي المشكلة دي متأخر. أنا كنت طول عمري محتاجة حد يحبني، عايزة حد يحبني. متأخر قوي وبعد الطلاق عرفت إني عندي مشكلة نفسية. حاجتي للحب نتيجة إني في الطفولة أبويا وأمي ما قالوليش إنهم بيحبوني. يمكن كانوا بيشتغلوا، بيتعبوا، بيسافروا، بيكافحوا، يمكن بيقولوا الفعل الحب، يعني بيقولوا الحب بالشغل، ان هم يعلمونا في مدارس كويسه ويلبسونا وياكلونا، بس ما قالولناش كلمه حب. فانت من جواك لما بتحس ان انت مش محبوب، خاصه من ابوك وامك فتره الطفوله، بتفضل طول عمرك عندك عقده او في احتياج انك تدخل علاقة وتسمع طول الوقت بحبك 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 بحبك، لأنك مخدتش الحب وانت طفل. فأنا كان عندي احتياج للحب، وده غلط.
مفروض الواحد بيدخل علاقة جواز عشان يشارك الحب اللي جواه مع الطرف التاني. انا كمان كان عندي مشكلة ان انا على طول حاسة بوحدة فظيعة، خاصة بعد وفاة والدتي في 2019. هي عاشت معايا اخر 10 سنين من حياتها، من 2011 ل 2019 في بيتنا في ابو ظبي. واللي حصل انها بعد ما توفت 2019 2020 21 و22 لغايه ما انا اتجوزت، انا كنت بحس بالوحده الفظيعه، كنت ببكي كل يوم من الوحده. فاحتياجي للحب، احتياجي والونس والرفق، ان يكون معايا رفيق، احتياجي للسعاده، يعني كنت حاسه ان انا تعيسه. ده اللي خلاني ادخل في علاقات غلط، وده اللي خلاني اتجوز انسان مريت معاه بتجربه جواز وطلاق صعبه مش سهله، وخلاني دايما اقول له قول لي بحبك، قول لي بحبك، قول لي بحبك. ليه؟ لان انا كنت حاسه ان انا مش محبوب، خاصه فتره الطفوله انا ما سمعتش كلمه حب. فاخترت غلط، مريت بتجارب غلط، وحصلت تجربه جواز وطلاق، واكتشفت اخيرا ان انا لازم اكون مكتفيه بذاتي، لازم انا اكون مكتفيه بذاتي، اقدر ذاتي، احب ذاتي، ادلع ذاتي، اسعد ذاتي. عارفين يا جماعه في 2021 في دكتور نفساني كنت بكلمه عشان اطلع من الاكتئاب الحاد اللي كنت فيه بعد وفاة والدتي في 2019. قال لي جملة عمري ما هنساها وما فهمتهاش، انا ما فهمتهاش في وقتها بس فهمتها بس دلوقتي. قال لي يا نهى ادخلي دوري على نهى في المتاهة. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني نهى في المتاهة، في الميز، ادخلي ابحثي ودوري عنها وطلعيها من المتاهة. انا فعلا كنت في متاهة وطلعت منها بعد تجربة الطلاق، لاني اكتشفت اني ما بحبش نهى، ما بقدرش نهى، ما بحترمش نهى. لازم اكتفي بنهى واسعد نهى واحب نهى وادلع نهى، لازم ارعى نهى، لازم اهتم بجسم نهى، لازم اهتم بعقل نهى، بنفسية نهى. فاحمد مجدي تحياتي واحترامي الشديد ليك على كلمة كلنا بندور على المخلص، لان انا شخصيا كنت بدور على المخلص اللي هيجي يحبني، اللي هيجي يسعدني، اللي هيجي يهتم بيا، اللي هيجي يدلعني. ونسيت ان مسؤولية نهى هي انها تسعد نهى، مسؤولية نهى انها ترعى نهى نفسيا وعقليا وجسمانيا. دي مسؤوليتي انا، مش مسؤولية شريك حياتي، دي مسؤوليتي انا. فشكرا يا احمد يا مجدي على الكلام الحلو ده اللي انا سمعته عن المخلص. السعادة مش برايا، المخلص مش برايا، والحب مش برايا. بجد كلام حلو قوي، اجمل كلام سمعته في 2024. تحياتي يا احمد يا مجدي، تحياتي يا انجي علي. اللقاء كان اكثر من رائع، برافو عليكم، اللقاء كان حلو قوي، يا ريت تشوفوه. انجي علي مع الممثل احمد مجدي. بحبكم واحترامي وتقديري ليكم. اشتركوا في قناه اليوتيوب بتاعتي لو سمحتوا، وتابعوني وادعموني وشجعوني. حطوا لايك لو الفيديو عجبكم، واكتبوا لي رايكم في موضوع فكره المخلص. المخلص مش برانا، السعاده جوانا، الحب جوانا، احنا اللي مفروض مسؤولين عن سعادتنا، مش حد تاني، مش شريك حياتنا. بحبكم.